كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض أجمل خشاف بطريقة حلوة جدا وسهلة واقتصادية جدا جدا. ما تنسوش القيمة الغذائية اللي موجودة جوه البلح والمكسرات النهاردة عالية جدا. مش عايزين نكتر في الكمية اللي احنا هناكلها، لأني اوريدي فعلا احنا بعد ما بناكل الطبق ده ما بنقدرش ناكل أي أكل. لو اول مره تشوفينا على القناه، انا مروه عبد الغني. اتمنى ان انت ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو شايفه فعلا ان انت بتستفيدي من الفيديوهات ما تنسينيش بالتعليقات الجميله المشجعه المحمسه جدا. هنبدا مع بعض بالطريقه بتاعتنا. في البدايه هنا انا معايا البلح بتاعنا، طبعا لازم نغسله كويس جدا زي ما انا قلت لكم، لان بيبقى موجود عليه بعض الاتربه، وكمان بيتحط عليه ماده كيميائيه بحيث ان هو يتحفظ. وكمان معانا هنا لفه من القمر الدين. القمر الدين ده اللي انا كنت عاملاه معاكم بالجزر، هيبقى طعمه حلو جدا والقيمه الغذائيه بتاعته عاليه جدا جدا. هنبدا في البدايه كده ان احنا هنقطع القمر الدين بتاعنا. انا هعمل كميه من البلح زي ما انتم شفتوا، ده نص كيلو من البلح، فكل واحد هيعمل حسب الكميه اللي هو بيحتاجها. ممكن تكتري وممكن تقللي حسب الكميه بتاعتك. بعد ما قطعناها هنجيب ميه سخنه بتغلي زي ما انتم شايفين كده، وننزل بيها على القمر الدين بالشكل ده علشان يتنقع معانا ويسيب من بعض كده، وتحسي ان هو استوى معاكي. هيبقى طعمه احلى بكتير من ان انت تخلي الميه ساقعه او من الحنفيه. بعد كده هياخد معانا ساعتين بالظبط. انا هسيبه ساعتين لان انا هخليه يعني لحد تاني يوم، مش هعمله قبل الفطار. انا كده عملته من بالليل، هيقعد معانا علشان يتخمر وكمان يستوي معانا كويس جدا. هنجيب المرحله اللي بعد كده، البلح هنقطعه وننضفه ونطلع البذره اللي موجوده جواه اللي هي النوى. وبعد كده هتشوفوا باقي الطريقة الجميلة النهاردة، جدا مفيدة جدا جدا. يعني أنا عن نفسي بعشق الطريقة دي فعلا. يعني بعد كده كمية البلح كلها أنا عملتها ونضفتها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. القمر الدين زي ما انتوا شايفين طبعا اتفك معانا وكمان ساب من بعضه ودخل على تسوية حلوة جدا. هنجيب كمية البلح بتاعتنا وننزل بيها على قمر الدين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان يتخمر معانا من بالليل. لو انت بقى مستعجلة ممكن تعمليه قبل الفطار ب4 ساعات، يعني اقل حاجه كده هتبقى ال4 ساعات علشان يستوي معاكي ويبقى مزبد بالشكل اللي انت هتشوفيه ده. بعد كده هنقلبه كويس جدا علشان يتشرب من القمر الدين. انا هنا بحب قمر الدين يبقى تقيل، ما بيبقاش الميه فيه اكتر. يعني انا كده هنقعه في البلح، هنقعه في قمر الدين. معانا هنا 5 وحدات من المشمش الجاف، قطعتهم صغير بالشكل اللي انتوا شايفينه وضفته على البلح وعلى قمر الدين. خطوات بسيطة وسهلة واقتصادية جدا. احنا عايزين نحس برمضان، بس في نفس الوقت الغلاء اللي احنا فيه مش مدينا فرصة لذلك. فانا خففت معاكم الكميات جدا، يعني 5 حبات حلوة جدا، وهنا كمان 5 حبات من التين المجفف. التين المجفف ده حلو جدا جدا. هتحطي الكمية دي فهتطلع لك حتة في المعلقة بتاعتك او في الطبق بتاعك، فهتحسي بالطعم الجميل ده. هنبتدي برضو ان احنا ندمجهم كلهم مع بعض. المعلومة المهمة هنا الزبيب. الزبيب في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ما ينفعش ننقع الزبيب مع البلح مدة طويلة ويتخمر معاه، فهيبقى حاجة مش كويسة. فعشان كده نخليه في اخر مرحلة قبل الفطار على طول. حطيت معاه 5 معالق من جوز الهند المبشور، وبعد كده حطيتهم نزلت بيهم زي ما انتوا شايفين. هنغطيه ونسيبه لتاني يوم يشرب من القمر الدين. يعني كل المكسرات والبلح يشرب من قمر الدين زي ما انتوا شايفين. البخار خلاه مزبد جدا جدا، يعني مش هيخليه اللي هو ناشف، لا زي ما انت شايفه الطريقه. البلح استوى يعني بقي طري جدا، كأنك كده بتاكلي زبدة، حاجة طرية جميلة مسكرة. بالنسبة للسكريات انا هنا ما حطيتش اي سكر نهائيا، لان كل الحاجات دي مسكرة والبلح مسكر، فما فيش داعي ان انت تحطي سكر. في المرحلة دي انا حطيت نص كوباية من المية. حابين ان انتوا تكتروا القمر الدين يبقى معاكم ازيد من كده، كتري في كميه الميه، بس كده هيطلع معاكي مظبوط وهتحسي ان انت بتاكلي حاجه حلوه متميزه. بالنسبه للسكر علشان ما نطلعش من رمضان واحنا اللهم بارك، فالموضوع مش مستحمل، يعني نحاول على قد ما نقدر نقلل في السكريات. تمام. هنغرف مع بعض كده الكميه زي ما انتوا شايفين، اللهم بارك، جميله جدا. البلح مستوي، المكسرات اللي احنا حطيناها استوت. طبعا الزبيب خليناه في اخر مرحله، لان زي ما قلنا مش هينفع يتخمر الفتره الطويله دي مع البلح. هنرش بقى على الوش كده الزبيب وجوز الهند، وزي ما انتوا شايفين الجمال والطعم الحلو جدا. يعني انت بتاكلي البلح يعني الطبق ده
خدنا ساعتين علشان نقدر ناكل الاكل بتاع الفطار. جميل، اقتصادي، سهل، حلو جدا جدا. تخليه في التلاجة عندك فترة، كل يوم تطلعي حبة، مش كل يوم هتعملي نفس الطريقة. تمام كده، زي ما انت شايفة طريقته بسيطة وسهلة وكله قيمة غذائية. السعرات الحرارية هنا عالية جدا. لو عجبك الفيديو النهاردة ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك للقناة، فعلي زر الجرس، ونصلي على حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.